جربت اشتغل عامل باليوميه لمده يوم كامل وحياتي اتقلبت من اول ساعه. ركبت ورحت القاهره علشان ابدا الشغل، بس كنت في انتظار يوم عمري ما هنساه. واليوميه مش هتصدق طلعت بكام. اشتغلت اليوم ده في تنظيف ورش الزرع في شوارع القاهره، كل حاجه شكلها بسيط، بس لما نمت على الارض من غير سرير ولا خصوصيه حسيت ان التعب النفسي اقوى من اي مجهود. بعد اول يوم بدات دماغي توجعني، مش من الشغل، من التفكير. انا بعمل كده ليه؟ انا هنا ليه؟ كنت كل ما ابص على ايدي المتوسخه بالتراب كنت بحس اني تايه. وصلت لدرجه ان عملت ميه بسكر علشان ارجع طاقتي، بس ما لحقتش اكملها. قلت لنفسي هو انا فعلا وصلت للدرجه دي؟ واسوأ لحظه لما الحنفيه باظت والميه جت على وشي. قلت اكيد هيصلحوها، بس محدش اتحرك. فين الناس والفلوس بتروح فين؟ بس التجربه علمتني ان مفيش شغل سهل، ولو شفت حد بيشتغل شغلانه زي دي حاول تحترمه، لانك ما تعرفش هو بيعدي على ايه كل يوم. والغريب ان رغم الشغل في التجربه دي كان اسهل من الجزء الاول، بس وجعه النفسي كان اعمق واصعب بكتير. ولو ما شفتش الجزء الاول ارجع شوفه وهتفهم انا اقصد ايه. بس قبل ما اقول لك قبضت كام، عايزك تكتب لي في الكومنت تجربه اصعب من دي اجربها. وفي الاخر بعد التعب ده كله اخدت 100 جنيه بس.